تحرك دولي لاسقاط الدوله المصريه، وده كان عنوان التقرير الصحفي اللي نشرته واحده من اهم وكالات الانباء العالميه. بس قبل ما اقول لك نص التقرير، فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل سيف وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. التقرير ببساطه بيقول انه في حوالي 800,000 شخص بيشتغلوا كلجان الكترونيه لمحاوله اسقاط الدوله المصريه، وال 800,000 شخص دول متوزعين على حوالي من 4000 ل 6000 مجموعه. وقال التقرير ان ال 800,000 شخص متوزعين ما بين قطر وتركيا وبعض الدول الافريقيه، والتقرير ده بيستشهد بتسريبات من المخابرات المصريه والتركيه والبريطانيه. وبيقول التقرير انه اللجان دي كل مهمتها هي التشكيك في كل قرارات الدوله المصريه ومحاوله التقليل من انجازات ومشروعات الدوله المصريه على الارض. ومن مهام اللجان الالكترونيه دي كمان انها تشكك في الدور المصري تجاه القضيه الفلسطينيه، وبتحاول اللجان دي انها تفبرك اخبار مش موجوده على الارض، زرع الفتن الطائفيه ما بين المسيحيين والمسلمين في مصر. واعتقد ان التقرير ده ما قالش حاجه جديده، لان كل اللي قاله التقرير احنا بنشوفه بعينينا على ارض الواقع. وقال التقرير ان ال 800,000 شخص كل واحد فيهم بيمتلك على الاقل حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسبه بسيطه هنكتشف انه الجيش الالكتروني اللي بيحارب الدوله المصريه قوامه حوالي 1,600,000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. وده يفسر كميه الحسابات الوهميه اللي بنشوفها بتحط تعليقات على كل ما ينشر عن مصر. بس في نفس الوقت الشعب المصري بقى بيمتلك الوعي والادراك في التعامل مع النوع ده من الحسابات الوهميه. ونصيحتي الشخصيه لكل واحد بيسمع الفيديو ده، بلاش تصدق كل حاجه بتتقال على مواقع التواصل الاجتماعي. في حرب الكترونيه شرسه جدا ضد الدوله المصريه، خلونا صاحيين وعارفين انه ده مخطط لاسقاط الدوله المصريه. ربنا يحفظ مصر والمصريين. لنا الله.